إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم لتسليط الضوء على صعوبات الصحافة في إريتريا من خلال مقال للكاتب الصحفي والمحلل في الشأن الإفريقي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي نشره موقع الجزيرة نت في مايو الماضي بعنوان الصحافة الإريترية صعوبات جمة في الموطن والمنافي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. بالرغم من الحرب التي تمزقه السودان، لا يزال يستضيف أكثر من 146 ألف لاجئ إريتري وفق تقارير للأمم المتحدة. الجيش السوداني يتسلم عددا من طائرات بيرغدار التركية، ويقول إنه أحبط إدخال أسلحة مهربة للدعم السريع عبر الحدود التشادية. والرئيس الكيني ويليام روتو يقول إنه سيقود مساعي مع الرئيس الأوغندي موسفيني للتوسط بين الصومال وأثيوبيا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. يستضيف السودان الذي يعاني حاليا من حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 146 ألف لاجئ إريتري وفق الأمم المتحدة. ووفقا لتقرير المفوضية الصادر في سبتمبر أيلول، يتواجد في السودان 874,493 لاجئا، منهم 16.8% إريتريون. ويتواجد أكثر من 88 من اللاجئين الإريتريين في السودان في معسكرات اللجوء، بينما يتواجد الباقون في المدن المختلفة. ويعتبر مخيم الشجراب موطنا لأكبر عدد من اللاجئين الإريتريين، حيث يصل عددهم إلى 54 ألف لاجئ. وتؤوي المخيمات في ولاية كسل بشرق السودان أكثر من 216 ألف لاجئ إريتري بحسب الأمم المتحدة. وأضاف التقرير إن تدفق اللاجئين الإريتريين إلى السودان لم يتوقف بشكل كامل رغم انخفاضه بسبب الصراع الدائري في السودان. ففي عام 2018 بلغ عدد طالب اللجوء واللاجئين الذين دخلوا السودان أكثر من 49 ألفا، ولكن بحلول العام 2024 انخفض العدد إلى حوالي 6800 لاجئ. أعلن مصدر في الجيش السوداني عن تسلم الجيش السوداني عددا محدودا من طائرات بيرغدار المسيرة التركية، وأن هذه الطائرات دخلت الخدمة فعليا قبل نحو شهر وفق ما ذكر موقع سودان تريبيون. وأوضح المصدر أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش السوداني طائرات بيرغدار، مشيرا إلى أن مشاركتها تتركز حاليا في العمليات القتالية في العاصمة الخرطوم. وفي الصعيد نفسه، قال الناطق العسكري باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني الأحد بأنها أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود السودانية التشادية إلى قوات الدعم السريع، من بينها 3 مسيرات كبيرة الحجم قادرة على حمل 4 صواريخ أرض جو، وأخرى صغيرة الحجم قادرة على حمل صاروخين من نفس الحجم. وأضافت أنها قتلت أثناء عملية الهجوم نحو 30 من قوات الدعم السريع. وذكر المصدر أن الأسلحة المهربة أتت من إحدى الدول الأوروبية عبر تشاد إلى الدعم السريع، مؤكدا أن العملية تمت بالتنسيق والتعاون الاستخباراتي بين الجيش والقوى المشتركة. من جهته، اتهم وزير الإعلام السوداني خالد الإعياسر دولتي الإمارات وتشاد بدعم ومساندة قوات الدعم السريع،
وطالب بضرورة عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للنظر فيما أسماها بتجاوزات دولتي الإمارات العربية وتشاد حسب تعبيره. يأتي ذلك في غضون اشتداد المواجهات القتالية بين الطرفين في جبهات القتال المختلفة، مع أنباء تقدم للجيش السوداني في جبهات سنار ومدني وشمال كردفان، وفق ما ذكر وزير الدفاع السوداني في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي. قال الرئيس الكيني ويليام روتو يوم السبت إنه سيلعب دورا مع نظيره الأوغندي يوري موسفيني في التوسط لحل النزاع بين أثيوبيا والصومال الذي يهدد استقرار المنطقة. وذكر روتو في مؤتمر صحفي خلال قمة إقليمية لرؤساء الدول بأن أمن الصومال سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال حسب تعبيره. وكانت تركيا قد توسطت بين البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر، إلا أن المحادثات التي استضافتها أنقرة لم تحرز أي تقدم يذكر. هذا وتشارك أثيوبيا بالآلاف من قواتها في الصومال لمحاربة حركة الشباب. وتوترت العلاقات بين الصومال وأثيوبيا منذ يناير الماضي عقب توقيع الأخيرة مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي بخصوص الحصول على منفذ بحري. من جهته قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إن القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلقى آذانا صاغية في أديس أبابا، لكنه أكد ثقته من أن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة، وهو ما فهم منه أنه تقليل من الوساطة المرتقبة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم لتسليط الضوء على صعوبات الصحافة في إريتريا من خلال مقال الكاتب الصحفي والمحلل في الشأن الإفريقي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي نشره موقع الجزيرة نت في مايو الماضي بعنوان الصحافة الإريترية صعوبات جمة في الوطن والمنافي. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نتناول فيها اليوم أزمة الصحافة والصحفيين في إريتريا. فكما يعلم الجميع أنه كلما ذكرت الصحافة وحرية الصحافة تتبادر إلى الذهن الحالة المزرية التي تعيشها الصحافة الإريترية والإعلام الإريتري ككل، وهذه الحالة تعكس تماما حالة الواقع الإريتري البئيس بسبب المنهجية التي يفرضها النظام الإريتري للتكتم على حال البلد الذي وصف بأنه كوريا الشمالية في إفريقيا. وتقبع إريتريا وفق تقارير المنظمات الحقوقية في ذيل القائمة فيما يتعلق بالحريات عموما وحرية الصحافة على وجه الخصوص، إذ أن المنظومة الإعلامية للبلد تتمثل في صحيفة واحدة وإذاعة واحدة وقناة تلفزيونية واحدة، كلها تقع تحت سيطرة وتحكم النظام لينشر من أخبار البلد ما يتماشى مع مرئياته وتوجيهاته، وعزل المجتمع الإريتري عما يدور في محيطه الإقليمي أو العالم الخارجي بصفة عامة، في ظل انعدام أو ضعف الشبكة العنكبوتية الإنترنت وتشديد الرقابة عليها بالرغم من ضعفها. لذلك أغلق كل الصحف الخاصة واعتقل المحررين والصحفيين لها في 18 من سبتمبر عام 2001، لتدخل الصحافة منذ ذلك التاريخ عصرا مظلما في إريتريا، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة من مراحل معاناة مهنة المتاعب للصحفيين والكتاب الإريتريين سواء في الداخل أو في أرض المهجر. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نستعرض لكم اليوم مقالا للكاتب والمحلل في الشأن الإفريقي الإريتري عبد القادر محمد علي بعنوان الصحافة الإريترية صعوبات جمة في الوطن والمنافي، والذي نشره موقع الجزيرة نت في 20 من مايو الماضي. نتابع. يستهل عبد القادر محمد علي المقال بقوله: طالما كانت عبارة الدولة الأكثر رقابة في العالم مألوفة عند وصف المنظمات المعنية بحرية الصحافة لواقع الحال في إريتريا التي لم تبارح لسنوات طوال
الخانات الخمسة لأسوأ الدول في التصنيف السنوي الذي يصدر من منظمة مراسلون بلا حدود، ولا يزال ذلك الواقع كما كان، بل إنه يسوء وفقا لتلك المنظمات. وقد وضعت السيطرة الصارمة للسلطات على المجال الإعلامي الصحفيين أمام خيارات صعبة، أسهلها مغادرة البلاد نحو المنافي الاختيارية، حيث تواجههم تحديات من نوع آخر، مجسدين في رحلتهم من الوطن إلى المغترب المقولة الشائعة بأن الصحافة مهنة المتاعب. تشهد إريتريا الواقعة شرقي القارة السمراء حالة من الركود الإعلامي المستديم، حيث تئن الصحافة وفقا لمراسلون بلا حدود تحت وطأة التعسف المطلق من قبل الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن أثيوبيا في عام 1991. لكن الحال لم يكن هكذا دائما، فمع ولادة الدولة الفتية صدرت العديد من الصحف كإريتريا الحديثة بنسختيها العربية والتجرينية، وصحف فئوية كالنبض الصادرة عن اتحاد الشباب، ونشرات أخرى بعضها تختص بالآداب، ومجلات بعضها يتبع الحزب الحاكم. وشهدت نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة ربيع الصحافة الإريترية مع ظهور 7 من الصحف المستقلة أسست لتجربة واعدة في الحياة الصحفية الحرة، لكن السلطات سرعان ما أغلقتها في سبتمبر عام 2001 وغيبت الكثير من الصحفيين والإداريين في معتقلاتها، وتحولت البلاد إلى إعلام مسيطر عليه بشكل كامل من قبل الحكومة في أسمرة، وفق تقرير العديد من المؤسسات المعنية بحرية الصحافة كمراسلون بلا حدود. في حين تؤكد الرواية الحكومية أن تقارير هذه المؤسسات تندرج ضمن حملة تشويه منظمة ومدفوعة الثمن تستهدف إريتريا، وترتبط بعمل هؤلاء الصحفيين والمؤامرات التي تستهدف الوحدة الوطنية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان الصحافة الإريترية، صعوبات جمة في الوطن والمنافي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتس راديو. وفي عنوان جانبي شح المصادر، يقول عبد القادر محمد علي: أمام الخيارات الصعبة الموضوعة أمام الصحفيين في إريتريا، توجه الكثير من الصحفيين والإعلاميين الإريتريين إلى الفرار خارج البلاد، حيث يواصل البعض منهم محاولات إيصال صوتهم ورسالتهم إلى جمهورهم في الوطن. ورغم سقف الحرية المرتفع في المغتربات الأوروبية والأمريكية، فإن مهمة الصحفيين الإريتريين تكتنفها العديد من المصاعب والتحديات، وفقا لرئيس تحرير موقع دوريس الإخباري الإريتري جمال همد. ويضيف جمال همد أن أول هذه التحديات تتمثل في صعوبة الحصول على مصادر للأخبار من إريتريا نتيجة ضعف الشبكة العنكبوتية وعدم إتاحتها للجميع، والرقابة الشديدة عليها بجانب الخوف المسيطر على الجميع. ولئن كان الوصول إلى المصدر الموثوق معضلة، فإن إرسال المعلومة إلى الخارج مهمة شاقة تمر عبر سلسلة من عمليات وإجراءات معقدة، في حين يبدو أن التحقق من صدقية المعلومة عبر طرف ثالث ضربا من المستحيل كما يقول جمال همد. ولا تمنح إريتريا تصريح عمل لوكالات الأنباء أو المؤسسات الإعلامية الخارجية على اختلاف أنواعها، في حين يندر منح تأشيرة دخول لصحفي أو مؤسسة إعلامية، مما يزيد من الغموض المحيط بكل حدث أو تطور يقع داخل البلاد. وحول التواصل شبه المفقود، يقول عبد القادر محمد علي: مثل ظهور الإنترنت ثورة تقنية كانت لها آثارا كبيرة على قطاع الصحافة، حيث تعد الشبكة العنكبوتية إحدى أهم أدوات تناقل المعلومات والأخبار والمقالات، بما يتيح للعاملين في مجال الإعلام الوصول إلى الجمهور واختراق الكثير من الحواجز الموضوعة في وجوههم. وهذا السياق الذي تنساب فيه المعلومات دون اعتراف بالحدود لم يكن للصحفيين الإريتريين المقيمين في الخارج القدرة على الاستفادة منه للتخلص من معضلة التباعد الجغرافي الحائل بينهم وبين جمهور القراء داخل إريتريا. ويصف الإعلام الإريتري محجوب حامد التواصل بين الصحفيين الإريتريين بالخارج والملتقى بالداخل بأنه شبه مفقود. ويضيف معد البرامج والمذيع السابق بالتلفزيون الإريتري أن حالة بلاده تعد استثناء بارزا ضمن المشهد العالمي المتفجر بأدوات التواصل المختلفة،
والمعتمد على التقنيات المتاحة والمسخرة للحصول على المعلومة ونشرها، مردفا أن الكثير من الأدوات الحديثة المعتمدة على العمل عبر الإنترنت مفقودة في إريتريا، موضحا أن خدمة الإنترنت في إريتريا ضعيفة جدا ومحصورة في مدن معينة وقائمة على ما يعرف بمقاهي الإنترنت، وهي وسيلة غير مشجعة وغير كافية لبناء الجسور بين الصحفيين الإريتريين بالخارج وجمهور القراء والمتابعين بالداخل. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان الصحافة الإريترية صعوبات جمة في الوطن والمنافي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويستمر عبد القادر محمد علي في السرد قائلا: في محاولة لتجاوز هذا العائق التقني عمد بعض الإعلاميين إلى إطلاق قنوات فضائية تقدم برامج تستهدف من خلالها المتابعين في إريتريا، لكنها تعاني من شح التمويل ونقصان الكوادر الخبيرة، مما ينعكس سلبا على المواد والبرامج المبثوثة عبرها وفق العديد من المراقبين. وتظهر أرقام نشرها موقع داتا بورتال أنه مع بداية عام 2023 بلغت نسبة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت في إريتريا 78.3% من مجموع السكان، في حين تظهر إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد مستخدمي فيسبوك داخل إريتريا لم يتجاوز في التاريخ نفسه 8150 مستخدما، كما أن الأرقام المتعلقة بإنستغرام وتويتر كانت أقل بكثير، حيث بلغت 2750 مستخدما بالنسبة للإنستغرام و700 مستخدم بالنسبة لتويتر وفقا للموقع ذاته. وحول ضريبة الغربة بالنسبة للصحفيين الإريتريين، يرى الصحفي الإريتري جمال همد أن المزيد من الصعوبات تحيط بالصحفيين الإريتريين في مهجرهم، حيث يعانون من غياب أي إطار نقابي يمثلهم ويحمي المهنة والعاملين فيها، مما يفتح الباب للمتغولين على الصحافة مع دخول من لا يملكون أدوات العمل والتدريب المناسب، فيسهمون في الترويج لمعلومات خاطئة أو أخبار غير صحيحة وتكريس صور مضرة لموضوعات كالتغيير والديمقراطية والحريات العامة. ووفقا للعديد من العاملين في المجال الإعلامي، فإن هنالك تحديا آخر لا يقل أهمية عن التحديات الأخرى يواجهها هؤلاء الصحفيون، ولا سيما من يكتبون بالعربية، حيث يجدون أنفسهم في منافسة مع منصات إعلامية ضخمة وذات موثوقية ومتابعة عالية. ورغم العديد من المزايا التي يقدمها المهجر للعاملين في مجالات إبداعية كالكتابة الصحفية، فإن ضريبته تتمثل في أن هموم الحياة المعيشية تستهلك وقت الكاتب وجهده وتحول دون تفرغه الكامل للمتابعة والكتابة، حيث يضطر إلى العمل في مهن بعيدة عن مجاله الرئيسي الذي يتحول إلى نشاط شبه هامشي، مما يؤثر سلبا على منتوجه ككل. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان الصحافة الإريترية صعوبات جمة في الوطن والمنافي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتحت عنوان جانبي آخر، إرنا وبناء النموذج المختلف، يقول عبد القادر محمد علي: ورغم هذه العوائق فثمة تجارب محدودة استطاعت النجاح في النفاذ إلى الجمهور داخل إريتريا ووضع بصمتها الخاصة على مشهد يبدو شديد الاعتام. وتأتي إذاعة إرنا التي تبث من فرنسا إحدى أهم هذه التجارب التي نالت اعترافا دوليا تمثل في حصولها على مجموعة من الجوائز، حيث نالت في عام 2017 الجائزة الخاصة الممنوحة من منظمة وون وورلد ميديا، كما حصل راديو إرنا على جائزة المؤسسة الإفريقية لتطوير الإعلام للشجاعة في الصحافة عام 2020 تقديرا لشجاعة راديو إرنا ومثابرته في مجال الصحافة للإريتريين. هذا النجاح يعزوه الرئيس السابق للقسم العربي في الإذاعة فتح عثمان إلى مجموعة من العوامل يأتي على رأسها الاعتماد على صحفيين محترفين ومتفانين في عملهم. ويضيف فتح عثمان أن إرنا استطاعت بناء مصداقيتها عبر التدقيق في نشر الأخبار وعدم السعي وراء السبق الصحفي، بقدر التأكد من الأنباء عبر مصادرها الخاصة قبل النشر، بجانب اعتمادها على التمويل الذي لا يؤثر على استقلاليتها من خلال المؤسسات المعنية بدعم الصحافة الحرة في العالم النامي.
وفي سعيه لتجاوز العوائق التقنية المرتبطة بالحالة الإريترية، فقد اختار فريق إيرنا منذ البداية العمل على البث الإذاعي القادر على الوصول إلى كل بيت وكل أذن في إريتريا من خلال استخدام موجات بث الأقمار الاصطناعية وFM. كل ما سبق منح الإذاعة القدرة على الاستمرارية منذ بدء بثها في عام 2009 وحتى الآن، حيث تعمل على تغطية القصص الإخبارية السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الاقتصادية للإريتريين داخل البلاد أو في الشتات. هذه إذاعة إيرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. بالرغم من الحرب التي تمزقه السودان، لا يزال يستضيف أكثر من 146 ألف لاجئ إريتري وفق تقارير الأمم المتحدة. الجيش السوداني يتسلم عددا من طائرات بيرغدار التركية، ويقول إنه أحبط محاولة إدخال أسلحة مهربة للدعم السريع عبر الحدود التشادية. والرئيس الكيني ويليام روتو يقول إنه سيقود مساعية مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني للتوسط بين الصومال وأثيوبيا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا.